بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتكلم النهارده عن ماتش الزمالك وسموحة. يعني هو الحكم النهارده كان إبراهيم نور الدين. إبراهيم نور الدين حاكم للزمالك 3 ماتشات، يبقى مرتين، ومفيش حكام عندنا في مصر غيره. وبعدين البنا رخر كان حاكم 3 ماتشات للزمالك. مفيش حكم غيره برضه. يعني الاتنين حاكمين 6 ماتشات للزمالك، حكمين اتنين بس. ما عندناش حد تاني، احنا خلاص ماتوا الحكام. يعني احنا هنمتى؟ احنا عمال اقول لكم يعني يا جدعان راعوا الدنيا وراعوا الضمير وراعوا كل حاجه. ما فيش حد بيراعي حد. هو واضح ان انتوا ما بتسالوش في حد، الناس بتتكلم وانتوا ايه اللي بتعملوا. ابراهيم نور الدين في الدقيقه الثانيه ضربه جزاء لسموحه ما رضيش يحسبها، الواد فارك رجل حسام حسن، فارك رجله. انت عاوز ايه؟ انت عاوزه يقطع له رجله؟ وقعد 40 ثانيه عند الفار عشان بيفكر هو يحسب ما يحسبهاش ازاي. مش عارف 40 ثانية، مش عارف ما يحسبهاش، مش عارف ان هو يرفض احتساب ضربة الجزاء ازاي. وبعدين في الاخر قال لك لا ما فيش اي حاجة، دي لعبة عادية. وبعد 10 دقايق ولا 20 دقيقة حكم ضربة جزاء للزمالك. ما خدتش منه 40 ثانية، خدت منه 30 ثانية وصمم ان هي ضربة جزاء، وهي مش ضربة جزاء، ضربة جزاء ظلم. وعشان كده الظلم ضاعت. يعني ابراهيم نور الدين نازل الزمالك بيخسر بقاله 4 ماتشات، فاتحاد الكوره جايبه ورئيس، طبعا الراجل مشي، كلاتنبرج مشي. وهم بقى جايين، هم بقى قاعدين بيتمطعوا. محمد فاروق بيتمطع ويختار بمزاجه، وايه ده الحكام الملاكي بتوع الزمالك. يعني هنقول ايه يعني؟ مش عارف. يعني انا حبيت ان انا اقول الماتش بتاع النهارده بتاع الزمالك ماشي ازاي. طبعا الزمالك فاز طبعا. هو جاي الحكم ابراهيم نور الدين جاي عشان يفوز الزمالك ب4 ماتشات، ما بيخسر فلازم يفوز، مش هتبقى الخمسه يعني. قال لك لا هاتوا ابراهيم نور الدين عشان الزمالك يفوز، عشان نحسب له ضربه جزاء. ما ينفعش، حرام. علاوه على ان اصلا لعيبه سموحه مسلمه، يعني مش بيستهبلوا في ارضيه الملعب وما بيلعبوش، والكره بتضيع منهم على اقل سبب وبتاع. ادي الناس اللي كان، ادي طارق السيد اللي كان بيقول لك اللعيبه وحارس المرمى مفوت الماتش. ايه هو الجون بتاع سموحه مش مفوت الماتش؟ ما انت قلت المره اللي فاتت لما الاهلي غلبه، قلت ده مفوت الماتش. النهارده ما كانش مفوت الماتش. يا رب بس تفهموا بس وتحط في عينيكم حصوة ملح. احنا بس بنتكلم زي ما انتوا بتتكلموا. لو انتوا تبطلوا تتكلموا وتبطلوا هري، احنا ما حدش هيتكلم فينا حاجه، ما حدش هيقول اي حاجه في الكلام ده. الكوره دي الكوره ممكن بتبقى ليك وعليك ومش مشكله يعني. انت مره ممكن النهارده بتبقى حالتك حلوه وممكن تبقى حالتك وحشه بكره. فيعني هي دي الكوره يعني. هي لازم ان الناس تبقى فاهمه كده، انما الناس بتوع الزمالك مش فاهمين كده خالص يعني. يعني بيتكلموا، بيبقوا قاعدين يتفرجوا على مطوشه غير المطوشه. المهم ان احنا هنتكلم ونقول النهارده على الاهلي في اقل من شهر هيلعب 7 مطوشه نار. يعني مش عارف انا هيلعب 7 مطوشه بالمنظر ده ازاي. احنا قلنا الحاج حسين يظبط الدنيا وما تبقاش كده، انما برضك هوريكم ونشوف. السوداني هيلعبوا 18 فبراير زي ما الصورة قصادكم مورياكم، الجدول قصادكم موريكم. هنشوف. هيلعب الهلال السوداني في السودان 18 فبراير، هيجي من السودان، هيجي يلعب أسوان في أسوان 21 فبراير. يعني مفيش يعني هقول ايه يعني 3 ايام من اسوان من السودان لاسوان على طول. وهيجي في القاهره يلعب 25 فبراير مع سان داونز.
وبعدين هيفضل في القاهرة، هيلاعب الداخلية مع سان داونز برضه، وبعدين هيلاعب القطن الكاميروني في القاهرة 4 مارس. يعني هيلاعب سان داونز، هيلاعب الداخلية يوم 28، هيلاعب سان داونز 25، وهيلاعب الداخلية 28. حسين الحاج عامر حسين مشطب، هيظبط الاهلي يعني. مش من طب يا اخي انت، طب اديله يوم 29، اديله 25 هيلعب ماتش سان داونز ده. مش فريق عادي، مش فريق كبير وجامد. هيلعب 28 على طول، يعني 26 27 وهيلعب الثالث على طول. حرام عليك يا عامر، حرام عليك والله. انا مش عارف يعني نقول ايه يعني. يوم 4 مارس هيلعب يوم 28، وهيلعب يوم 4 مارس القطن الكاميرون. وبعدين هيلعب مع المقاولين يوم 7 مارس بعد 3 ايام، اليوم الثالث يعني. وبعدين هيسافر جنوب افريقيا، جنوب افريقيا اللي فيها يومين سفر دول. وهنلعب مع سان داونز بردك يوم 11 مارس. جدول يعني الحاج عامر حسين يعني هيموت الاهلي السنه دي. يعني هو واخد التعليمات ان من حازم باشا ان هو يموت الاهلي السنه دي. يعني انا مش عارف يعني. المدرب بتاع الاهلي زعلان طبعا، زعلان ان هو الناس الصحفيين، انا مش عارف الصحفي يعني عنده حلف يمين، وان هو ما يقولش كلمه غلط ما يكذبش. طالع يقول لك ان محمد شريف المدرب بتاعه قال ان هو وحش وي. عمر ما بيقول لك انا ما قلتش الكلام دوت. انا بقالي 30 سنه بشتغل في الكلام دوت في التدريب. عمري ما قلت كلمه عيب على لاعب عندي في الفريق. هم بيقولوا كده ازاي؟ بيغيروا كلام المدرب. احنا عاوزين نشوف يعني محمد شريف، انا عاوز اتكلم في محمد شريف. محمد يا شريف، احنا قلنا عليك عيب، ما عرفتش تدخل الكوره بتاع، بس انت ابننا مش هنقدر نعيب فيك. احنا قلنا كده الكلام دوت من الزعل، انما ما بنقولش الكلام دوت ان احنا بنكرهك. احنا زعلانين، احنا عاوزين اي فريق، انت اي كوره تطلع فيها ما تضيعش. لو جات لك 10 فرص عاوزينك تيجي بال10 فرص، ما تضيعش فرصه منهم. مع ان ده طمع برضه، لا بس احنا هات يا اخي. انما ما تبقاش هي فرصه، هي الفرصه اللي جات لك واللي انا عاوزها ضيعتها. هو الزعل بيجي من كده، مش بيجي ان احنا متحاملين عليك يعني. هو الزعل، احنا الاهلاويه، احنا مش فريق تاني. احنا مش هنقول لك معلش ونقعد، لا احنا عاوزينك انت وقعت قوم نفض هدومك وقوم. قوم نفض هدومك وقوم اجري زي الحصان. مالكش دعوه بالناس التانية. الناس التانية ديت عندها سمك لبن تمر هندي، ملناش دعوه بيها. احنا ما نتساواش بيهم خالص يعني الناس التانية ديت يعني. يلا الخطيب امر بالتجديد للاربعه بتوعنا، الاربع لعيبه اللي هم الناس قعدت تهري فيهم وتتكلم، وهيجدد ومش هيجدد وهيمشيهم ومش هيمشيهم. احنا بنسد وبنقطع لسانتهم عشان ما يتكلموش تاني وما يفتحوش بقهم. اللي هو حسين الشحات، اللي هو رامي ربيعة، اللي هو محمد هاني، اللي هو ياسر إبراهيم. نشوفهم عاوزين ايه وهنرضيهم، وهنشوف برضك نشوفهم هم عاوزين ايه، ونشوف احنا الاهلي عاوز ايه. الموضوع مش ان هم لعيبه كويسين، هو نجوم الفريق. انا بقول 4 لعيبه. حسين الشحات ده مقضي كاس عالم يعني ما فيش يعني، ممتاز جدا. الناس اللي بتقول لك ده هو حلو والمدرب، هو المدرب شايف كده، رؤيته كده. ما نديله فرصه للمدرب، ما نديله فرصه. واحنا لازم نذبحه. المدرب ده زي جوزيه كان عنده برضك طموحه كبير وعاوز يعمل كل حاجه، وده كان طموحه كبير. هو يعني طموحه جه شويه قصاد ريال مدريد، بس كان طموحه حلو. انا عجبني الماتش، ادى ماتش حلو. انا ما عنديش اي حاجه اي عيب في المدرب. ما اقدرش ان انا اقول تهور، ما اقدرش ان انا اقول غير، لا. كل واحد بيبقى عنده امل. انا لما بيبقى في واحد بيبقى عاوز يعمل شغل وما بيبقاش خايف من اللي قصاده، بيعمل شغل ما بيبقاش خايف من اللي قصاده. انما انت بتعمل شغل وخايف، ما هتطلع شغل زي الزفت.
ما السنه اللي فاتت انا لاعب مع بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ يعني بيلعبني في نص ملعبي وغالبني 2-0. يعني ريال مدريد السنه دي كان بيضيع وقت في اخر تلت ساعه نص ساعه، بيضيع وقت خايف. انا اتغلبت من ريال مدريد في الوقت الضايع بخطأين. لو مش اخطاء ديت عمر ما كان ريال مدريد يعرف يدخل جول. اخطاء، انا اتغلبت من فلامينجو باخطاء وانا فايز منه باخطاء وبغربال، وغربال هو اللي عمل كده فيا. انا ما عملتش كده، انا كنت غالب لغايه ما طرد خالد عبد الفتاح، انا كنت فايز 2-1. طرد لي خالد عبد الفتاح، الفريق اتفشكل في الطرد الظلم ده. انا مش عارف ايه السبب، يعني كل الحكام بيقول لك لا، والناس الحكام مبهدلينه. انما هنعمل ايه؟ ادي ده الحكم، هو الحكم كده، الحكم لما بيغلط محدش بيحاسبه. انما اللاعب ما بيغلط بيتحاسب، يقول لك ما هو غلط غصب عنه. ده ما لمسش الكوره، واحد بيجري واختل توازنه وقع، ما لمسش اللاعب. وبعدين ما كانش اللاعب الاخراني عشان يطرد. يا عم انا ضربته، ما كانش اللاعب الاخراني. لو اللاعب الاخراني خالد عبد الفتاح اقول لك ده طرد حق، بس ما كانش اللاعب الاخراني، كان في وراه ناس، كان وراه محمد هاني. انما ما يتعملش فيه كده يعني، ولا وراه اسمه ايه ده، ياسر ابراهيم. انما ما يطردش. طب اديله انذار، تطرده ليه؟ تطرده انت عشان تطلع راجل وتجامل الفلامينجو؟ على العموم احنا هنقول كفايه كده، وارجو ان اكون ان انا يعني افدتكم في بعض المعلومات اللي هي عن النادي الاهلي، وافدتكم في اللي بيحصل من الحكام بتوعنا لصالح نادي الزمالك، اللي هو لما بيجي يلعب قصادنا بيعمل ابو الرجال. ابو الرجال اللي هو ايه؟ الراجل بقى اللي ما فيش زيه بقى، هو العدل كله يعني. وهو النهارده يعني مظبط الزمالك يعني، والاتحاد مظبط الزمالك طبعا بعد 4 ماتشات لازم يفوز. هو هيفضل الخامس يفوز يخسر والسادس يخسر؟ لا، لازم يفوز. انما ما يديلوش كده. انما لو سموحه جاب جون بعد دقيقتين كان الزمالك خسر النهارده. انما بعد دقيقتين البن ابراهيم نور الدين يحسب عليه ضربه جزاء. هي ديت اللي كان ابراهيم نور الدين أو كان عمال يفكر 40 ثانيه يقعد يشوف الفار بيقول ايه، راح جاي يعيد الكره 50 مره. وهو ايه؟ انت ما بتشوفش؟ دي هي واضحه جدا للي ما ده لو واحد ما بيشوفش وبيحسس هيعرف ان ديت فارك رجل الواد حسام حسن. على العموم قدر الله ما شاء فعل، ونقول في الاخر السلام عليكم ورحمه الله.